جانب، والجانب الثاني جعله الله قاضيا للحاجات. أبا الفضل العباس عليه السلام اللي عنده موبايل خليه يسجل هاي المعلومة تفيده، كلش تفيده. شوف، ينقل عن العارف الكبير السيد شهاب الدين المرعش النجفي رحمه الله. شوف شو يقول، طبعا أحد العرفاء المشهورين والمعروفين في النجف الأشرف رحمة الله على روحه. يقول: من كانت له حاجة فليتوسل بالعباس عليه السلام. يتوسل شلون؟ إلى الله بهذا الدعاء وبهذا التوسل 133 مرة. يقول شو يقول؟ يا أبا الغوث أدركني، يا أبا الغوث أدركني. كم مرة؟ 133 مرة. أي قضية، أي مشكلة معضلة، التجئ إلى أبا الفضل عباس سلام الله عليه، جعله الله قاضيا للحاجات. هذه منزلة أبا الفضل العباس سلام الله عليه.